خلاص يا ابن ابن. كان يا مكان يا سعد يا إكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تخلي بالكم بقى من الحكاية اللي أنا هنحكيها النهاردة ديت، حكاية واحد اسمه خليل. اسمه خليل. خلي بالكم، كان فيه واحد اسمه خليل ده يا ولاد كان بيعمل شغلته ان هو يعمل الحصر. عارفين الحصر بتاع زمان يا حاج محمد؟ الحصر كانت بتنعمل من السمر دي. بيشتغل السمر. السمر الاصل دي، مش الحصر البلاستيك بتاعت الايام ده، لا كان في حصر زمان يا حبايبي، زمان حصر كده طبيعي. سبحان الله العظيم. الراجل دي كان بيشتغل في الحصر. سبحان الله العظيم. كانت الجوامع زمان بتنفرش غش رز. لان ما فيش، كانوا الناس غلاب. الكلام ده في الستينات يا ولاد، يعني مش دلوقتي، يعني الكلام ده قبلنا ما ننولد. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. فالراجل ده كان لما يشوف اي جامع مفروش غش رز يروح يشتغل حصر ويجيبها يفرش بها الجامع. خلي بالك، شوف الناس الطيبين بتوع زمان كانوا بيعملوا ايه؟ قال لك لا، بيت ربنا ما يفرش غش رز. كان كل ما يعرف ان في جامع مفروش غش رز يعمل هو حصر، لان هو اللي كان بيعمل الحصر، وياخد مقاسات الجامع ويروح يفرش الجامع حصر. شوف يوم من الايام خليل دي شاف في المنام ان العمود الفقري بتاعه بقى عباره عن عمود عنب. العمود الفقري بتاعه السلسله بتاع ظهره يعني بقت عباره عن عمود عنب، اتكومت كده وبقت عمود عنب. والناس يجوا جماعه بجماعه كده ياخدوا من العمود ده وياكلوا، ياخدوا من العمود ده وياكلوا، والعمود ما بيخلص. ايوه الكلام ده حصل فعلا مع الراجل اللي هو اسمه خليل ده رحمه الله عليه. فقال الله، ايه حكايه المنام اللي انا بشوفه دي؟ ان ظهري العمود الفقري بتاع ظهري او سلسله ظهري زي ما احنا بنقول في الفلاحين بقت اتلمت كده، بقت عمود عنب، والناس يخشوا جماعه بجماعه كده ياكلوا ويمشوا ياكلوا ويمشوا والعمود لسه زي ما هو. فقال لي انا اشوف واحد شيخ بقى بيحكي له الحكايه دي. فراح لواحد شيخ بيقول له يا عم الشيخ انا شفت كذا وكذا في المنام، شفت اكن ظهري عباره عن عمود عنب ولازم تاكل منه. قال له انت معاك عيال؟ قال له معايا عيل صغير كده اسمه عنده سنتين كده اسمه محمود. قال له دخله يتعلم في الازهر، حفظه المصحف. خلي بالك يا اولاد من بركه القران. قال له الولد ديت ابنك ديت خليه يحفظ كتاب الله ودخله الازهر، ده هيبقى له مكان. فعلا الراجل راح ودى ابنه اللي هو عنده سنتين محمود دي وداه الكتاب، حفظ القران وهو عنده 8 سنين، ختم القران. كان عنده 8 سنين يعني سنتين ابتدائي كده مثلا وختم القران. سبحان الله العظيم. محمود لما ختم القران وهو عنده 8 سنين دخل كمل في الازهر. سبحان الله العظيم. كمل في الازهر محمود يا ولاد رضي الله عنه وارضاه. وصل لمكان خلي بالك بقى انه اول من سجل القران الكريم مرتل على انحاء العالم. اول واحد سجل القران الكريم على مستوى العالم وما خدش فيه اجر. خلي بالك مفيش افضل يا ولاد من عمل الخير. زي ابوه ما كان بيعمل خير وكان بيفرش المساجد حصره على حسابه، يروح ياخد المجاز يقول ده بيت ربنا انا هنفرشه على حسابي. سبحان الله العظيم. برضه ابنه لما اتعلم القران سبحان الله العظيم حفظ القران ختمه وهو عنده 8 سنين وتعلم في الازهر. جه عليه يوم محمود ديت ان هو سجل القران مرتل الوحيد، اول واحد في القران اللي انت بتسمع عليه انه سجل القران مرتل على انحاء العالم. مش كده وبس، واول من سجل القران بروايه الدود، اول من سجل القران بروايه حفص عن عاصم، اول من سجل القران بروايه التعليم، اول من سجل القران بروايه التفسير. خلي بالك اول من قرأ القران الكريم واذن في الامم المتحده، اول من قرأ القران واذن في الكونجرس الامريكي، اول من قرأ القران في القصر الملكي في لندن. الراجل ده يا ولاد رحمه الله عليه مات سنه 1980. الراجل ده يا ولاد دلوقتي انا
لما نقول لك اسمه يمكن بعضكم يعرفوه، اسمه الشيخ محمود خليل الحصري. نعم. الحصري يا حبايبي نسبة لأبوه اللي كان بيشتغل في الحصر. الشيخ محمود خليل الحصري سبحان الله العظيم، الراجل ديت كان ابوه، عشان كده خد ايه لقب الحصري، لان ابوه كان بيشتغل في الحصر. شايفين يا حبايبي بركه القران؟ ربنا يجعلنا من اهل القران ويجعلنا من الصالحين، اللهم امين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.